كل الفئات اللي بتدخل عندي، اذا كان فلاح، اذا كان عامل، اذا كان عامل في شركه، اذا كان صاحب عمل، كل الفئات كلها بتحتاج امن صناعي. النهارده كل حاجه في الكوزلوك وفي الحاجات دي كلها بين العمال ده اهو. يعني اللي بيجي يتفرج وبيجي عايز محتاج حاجه، بيجي يعوزها بيتفرج عليها بياخد حاجه. اللي محتاج اي حاجه النهارده، بيجي يختار من هنا من الامن الصناعي كامل. حاجات بكل حاجه في الشغل. الكوزلوك النهارده، الكوزلوك ده نفسه العامل بيستخدمه، السماك بيستخدمه، اللي شغال بتاع المطعم اللي شغال في اي حته في المطاعم، بتاع فول وطعميه شغال برضك بيستخدمه، بتاع السمك في المطاعم برضك بيستخدمه. كل اللي محتاج النطره النهارده، الفلاح النهارده بينزل المكان نفسه، بينزل بالكوزلوك عشان ينزل في الاراضي والكلام ده بيستخدمها. عندي بلاطي اي والكلام حد ده. مثلا ممكن يدخل مكان فيه ميه، اي حته يدخل يستخدم فيها اي الكوزلوك ميه ده. يستخدم الكوزلوك ده. طب هو عباره عن ايه الكوزلوك ده؟ الكوزلوك ده عباره عن من جوه متبطن ماشي، وبيبقى من تحت زي نظام مخشن من تحت عشان ما يقلبش، وهو مانع الميه تدخل في اي حته في الجناب، اللي هو بيحافظ على رجله. يعني هو بيأمن على رجله وبيحافظ عليها. في برضو انواع حديد مثلا او لا، كده؟ في سفاتي منه بس بتبقى غاليه جدا على العامل بيبقى ده مثلا ب 150 170 على قده. النهارده السيفتي النهارده بيعمل له 300 و400 بيبقى غالي عليه، بس ده لكن هو الغرض منه يحمي من الميه، اللي هو يحمي من الميه. دي الفكره، دي الفكره اللي الفرق بينه عندنا. وبين السيفتي التاني اللي هو فيه حديد؟ وعندنا الفرق السيفتي بينه اللي فيه سيفتي في الحديد، اللي هو بيبقى مدبب من هنا، اللي هو يحافظ بتاع، بس ده بتاعت المطافي، الشغل العمال اللي هي الشغل القاس، الحاجات اللي هي تبقى فيها كسر والكلام ده. او اماكن فيه بيستخدموا حاجات تقيله والكلام ده، لكن مش فيه الاستخدام اللي هو ده اي بني ادم. منه الوان، يعني الابيض، في منه اسود ماشي، في كل حاجه. واسعاره بتبدا من كام لحد كام؟ الاسعار ايه؟ اسعار بتبدا من 160 مثلا، لو انت طالع لحد 250 اللي هو الكوزلوك نفسه بس.